ما الذي تنظر إليه أيها الغبي؟ اذهب من هنا. وقام بإهانة أحد الأشخاص وفاجأ الجماهير بحركة غريبة فعلها، واتهموا الجميع بالاستهزاء وطلبوا أن يتم عقوبته وإيقافه، لكنهم لم يعرفوا الحقيقة الغريبة وراء ما فعله الشخص الغامض الذي كان سببا في ذلك. قبل ما نبدأ الفيديو صل على النبي واشترك بالقناة واعمل لايكات. منذ 20 عام كان ميسي مراهق صغير يعشق مشاهدة المباريات، وكان يحب دائما مشاهدة لاعب يدعى ريكيلمي، وكان يتمنى أن يصبح مثله. ريكيلمي كان أرجنتيني مثل ميسي، وكان نجم بلاده في تلك الفترة، حتى إن البعض ظن أنه ربما يكون مارادونا الجديد وبطل الأرجنتين القادم. لكن للأسف إن الحياة كانت قاسية للغاية مع اللاعب ريكيلمي، رغم أنه كان أحد أفضل لاعبين العالم. ولكن مدرب برشلونة فان خال كان بيكرهه بشدة، وكان بيقعده دايما على مقاعد البدلاء، ونادر لما يخليه يشارك في مباراة أو اتنين، وكان بيعامله بطريقة سيئة جدا بدون احترام على الإطلاق. حتى في يوم اتخانقوا هما الاتنين وقال له المدرب وهو غاضب بكلمة صادمة: أتعلم لو الأمر كان بيدي ما كنتش اتعاقدت مع لاعب فاشل مثلك. ظن الجميع وقتها إن ريكيلمي لاعب مستهتر ولذلك يكرهه المدرب، لكن بالعكس كان لاعب ملتزم في التدريبات ولا يفعل الكثير من المشاكل، وكل ما في الأمر إن المدرب يكره طريقة لعبه ولا يظنها مناسبة للفريق. وفي يوم من الأيام اضطر المدرب إن هو يلاعب ريكيلمي في أحد المباريات، وكان يريد وقتها إثبات للعالم إنه هو لاعب فاشل ولا يمكنه مساعدة الفريق. لكن المفاجأة إن ريكيلمي نجح في تسجيل هدف في المباراة، يحتفل بعدها بشكل مجنون وغريب على طريقة وضع يديه في أذنه. ذلك الاحتفال كان موجه للمدرب ومعناه: هل لديك المزيد لتقوله عني؟ وطبعا الاحتفال أغضب المدرب بشدة وجعله يتخذ قرارات كارثية. أول قرار جعل ريكيلمي حبيس لدكة البدلاء لآخر الموسم، والقرار الثاني طلب من إدارة النادي طرده خارج الفريق، وفعلا فعلوا ذلك، وانتقل ريكيلمي لفريق أقل شهرة فيا ريال، ولعب معاهم لمدة سنتين كاملين. وبعد ما انتهت الإعارة رفضت إدارة نادي برشلونة إعادته إلى الفريق أو تجديد عقده، ليعيش اللاعب أسوأ فترات حياته ويتعرض للاكتئاب، حيث انهار مستواه تماما، وبعد عدة سنوات اعتزل للأبد دون تحقيق أحلام. هذا الأمر أحزن شعب الأرجنتين على ضياع موهبة عظيمة مثل هذا اللاعب، وكانوا غاضبين من المدرب المغرور الذي دمر مسيرة ريكيلمي. وطبعا من ضمن هؤلاء الغاضبين الطفل الصغير ليونيل ميسي وقتها، وكان منزعجا للغاية وهو يشاهد أحد اللاعبين المفضلين ينتهي هكذا. لكن ميسي لم يكن يعرف أن القدر سوف يعطي إليه فرصة الانتقام في المستقبل. فبعد 20 عام كان المراهق ليونيل ميسي أصبح لاعب كبير وعظيم، وهو يعتبر أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. تأهل ميسي بمنتخب الأرجنتين إلى كأس العالم في 2022 في قطر، وقدم أداء مذهل في دور ربع النهائي، واصطدم بمواجهة منتخب هولندا القوي. كانت مباراة شرسة وقوية تعرض فيها ميسي لإهانة كبيرة من لاعيبة هولندا، حيث كانوا بيستفزوه بكلمات مهينة طول المباراة، لدرجة إن في لاعب بصق على ميسي. وبعد فوز ميسي ورفاقه بصعوبة شديدة، حينها تفاجأ الجمهور إن ميسي بعد الفوز فعل أشياء غريبة جدا، فقد ذهب إلى مدرب فريق هولندا واحتفل أمامه عن طريق وضع يديه على أذنه. ولم يفهم الجمهور لماذا فعل ميسي ذلك، لأن ميسي في العادة لا يستفز الخصوم، ولكن جمهور الأرجنتين كان يفهم كويس ليه ميسي احتفل بهذه الطريقة أمام ذلك المدرب المغرور، حيث كان هو نفس المدرب الذي أنهى مسيرة اللاعب ريكيلمي منذ 20 عام. لذلك كان هذا الفوز والاحتفال هو انتقام من ميسي لقدوته في الماضي. وبعد انتهاء المباراة حاول اللاعب الذي بصق على ميسي الاعتذار إليه، ولكن ميسي شتمه أمام الكاميرات وأخبره أن يبعد عنه، ودي كانت أول مرة العالم يشوف ميسي غاضب هكذا. وقال في مؤتمر صحفي: أنا أحترم الجميع، ولكن أريد أيضا أن يتم احترامي، وما حدث طول المباراة كانت إهانة كبيرة لي. ودي كانت قصة انتقام ميسي لقدوته ريكيلمي من مدرب هولندا فان خال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.